احنا ما بنفتخرش باجدادنا الكفره، دول عبدوا الاف الالهه من دون الله، ولو كان الوضع في ايدي كنت كسرتهم. تخيل يا مؤمن ان هم بقوا حتى على الفلوس، دي دولة مسلمة دي، وكيف لنا ان نتخذ من تلك التماثيل عملة لنا. مبدئيا انا بحيي صاحب الكومنت ده قوي 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 قوي. ايوه المصريين كانوا بيعبدوا مئات الالهة من دون الله، وثنيين. ايوه خلي كده الوعي ينتشر وخلي الناس تعرف الحقيقه. ثانيا وده الجد بقى، احنا قدام عقليه عنيفه متطرفه ممكن نقابل منها كتير قوي في الشارع، على النت، في اي حته. ولاحظت برضو ان اسم صاحب الكومنت هو جمال الكملي، هو الاسم مش مصري، فهو في الاغلب مش مصري وبيتكلم كده عن الحضاره المصريه ومصر وكده، لكن ده مش موضوعنا خالص. انا هعتبره مصري وابن مصريين والدنيا دي جميله. النقطه دي مش قضيتنا خالص، قضيتنا الحقيقيه هي العنف والتطرف. طيب ده ناتج عن ايه وايه الدافع للموضوع ده؟ المفاجاه ان ده ناتج عن حب واعتزاز الاستاذ كمال بدينه، حب واعتزاز مطلقين ولكن ممزوجين بجهل. وهنا بقى تيجي الكارثه، اي شيء اتمزج بجهل، مش بس الحب والاعتزاز بالدين، لا، الحب والاعتزاز باي حاجه اتمزجت بجهل تلقائيا الموضوع بيبقى فيه تطرف وعنف. واقرب مثال هتشوفوه هم الشباب اللي زي الورد، اللي اكتر ناس في الدنيا بيحبوا دينهم وبيعتزوا بيه، بيروحوا يلفوا حوالين نفسهم صوابع الديناميت ويروحوا يفرقعوا نفسهم في ولاد بلدهم وفي اخواتهم المسلمين. بيفرقع نفسه علشان هو شايف ان هو كده بينصر دينه، ان كده ربنا محتاجه يعمل كده في ولاد بلده وفي المسلمين اللي زيه. فشاب زي الورد بيحب دينه، ضفنا عليه شوية جهل، هتظهر الايادي الخفية اللي هتقدر تتحكم فيهم وتقدر تعمل منهم ميليشيات تخدم مصالحهم الشخصيه. هنيجي نبص على اخواتنا في العراق وسوريا، اصحاب الحضارات الجميله، لما الجيش والحكومه ضعفوا وقعوا تحت اصحاب الرايات السوداء، شوفوا عملوا فيهم ايه، تكسير وتدمير وخطف وسرقه ونهب وكل ما تتخيلوه حصل فيهم بسببهم. محدش يقدر ينكر في العالم ان اصحاب الرايات السوداء دول هم اكتر ناس بتحب الاسلام، تخيلوا. ولكن الجهل يقدر يصنع منهم ارخص اداه تقدر تدمر بيها شعوب. بكلمتين بس تقدر تخلي شاب يقدر يفرقع نفسه، تقدر تخلي واحد يقدر يعمل اي حاجة ببلاش بمجرد كلمتين. الحضارات القديمة الوثنية دي امهات العلوم، دول اللي علموا الارض. كل تمثال، معبد، حجارة شايلة رسالة، معلومة وتاريخ، شايلة تراثك وعاداتك وتقاليدك اللي انت بتعملها وانت مش حاسس. كونك انك بتصنف اي شخص مش على نفس الاعتقاد بتاعك ومش على نفس دينك، حتى لو هم ولاد بلدك، ان هم اعدائك، دي مشكلتك الشخصية ولازم تحلها. يا اخي ده انا حتى بتمنى ان المساجد الاثرية، يعني المساجد بتاعة المسلمين اهو، ولا حد يصلي فيها ولا حد يتعبد فيها. انت عندك في مصر اقدم مساجد في العالم، مساجد شايله تاريخ البلد، شايله تراثها، شايله حاجات كتير قوي. انت عندك لو مثلا المساجد الاثريه القديمه قوي دي، اي حد دخل وصلى فيها او ان هو استعملها باي شكل كان، القطعه دي لو اتسرقت، القطعه دي لو تلفت، انت يعني قيمه تراثيه لمصر انت خسرت منها كتير قوي. وفي الدين الاسلامي انت كمسلم انت حلال ليك ان انت تصلي في اي مكان، اي مكان على الارض هو مكان طاهر بالنسبه لك. ومفيش اكتر من الجوامع في مصر اصلا، الجوامع الحديثه اللي احنا عاملينها، انت في كل مكان في زاويه جامع، في كل على ناصيه شارع في جامع كبير. فكون اصلا المساجد الاثريه دي ليها قيمه خاصه في الاثار والتماثيل المصريه الوثنيه. قيمتها عندنا احنا هي قيمة تراثية، قيمة حضارية تاريخية، محدش لا بيعبدها ولا حد بيقدم لها قرابين. فتطرف العنف مش هيولد الا تطرف وعنف، وربنا والاسلام مش محتاجين منك انك تكسر، ربنا محتاج منك انك تعمر، محتاج منك انك تبني. فتكسير تماثيل اجدادك مش هيدخلك الجنة. في حاجات كتير قوي تقدر تعملها في حياتك ممكن تدخلك الجنة من غير ما تكسر التماثيل يعني. وكان معكم حورس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.